تحرّوا من الماروكوفوبيا، تحرّوا منها، راكم مرض. المغرب مرضكم مانيش عارف واش يلزم يدير لكم بنادم باش تتحرّوا من هذا المرض هذايا برافو سينون بنادم. بالنسبه لي انا الامور ديال المؤامره والامور ديال الكلاسه والمسائل اللي كنعيشوها او اللي كنسمعوها او اللي كنتبعوها تقريبا يوميا وبالاخص في كاس افريقيا، فهي اللي خلات هذا المنتخب يخرج خاوي الوفاض بحكم التركيز كله مبني على مسائل خارجيه ونساو الملعب. من مرض بالمغرب عندهم لا ماروكوفوبي، نحي عليك لا ماروكوفوبي وتحرر يا ولد الحرام، اخرج نحي عليك لا ماروكوفوبي اتحرر. كيفاش المغرب واش دار لك هذا المغرب هذا؟ يقول لك موريتانيا عملوا ستاج في تونس، شكون مول الستاج؟ المغرب. موريتانيا عندهم ستاج، شكون مول الستاج؟ المغرب. شبيكم؟ يعني دوك موريتانيا راح تغلبنا باسكو المغرب بنى لهم ستاد خليه يبني لهم 10 ستادات. انت عندك كيف ما تغلبهاش موريتانيا من المفروض سور بابيي ما تغلبهاش موريتانيا. وعلاش الكلام الزايد؟ وعلاش الكلام الزايد تقول لي موريتانيا بنات لها المغرب بنى لهم ملعب ومن بعد ودار لهم ستاج ومن بعد شحال المرض؟ شحال المرض؟ يصغروا يشردوا عليه الموريتانيين. عيب بيان كذب مرض. كيفاش؟ يا سيدي فرضا يا سيدي المغرب مول لهم ستاج تاعهم في تونس، مول لهم المعسكر تاعهم في كوت ديفوار، ومن بعد تصفق له نورمال قال مليح عمل اخوي، ما تجيش تدخل فيه تاع هاك وهاك وقال هاو باش هيدا باش موريتانيا يغلبونا. يمولوا يا سيدي. يعني نقول لك من المفروض هذا غباء ما بعده غباء. يعني شوفوا هذا نظام العصابه، عصابه تاع كذب وبكاء وكذب وتزوير تستعمل فيه من خلال صحافه بودورو. صحافه ارخص ما عرفت الجزائر في تاريخها. عمرنا ما عرفنا هذه السخافه هذه. اما تصيبهم يشيتوا للعصابه ويكتبوا تحت املاء مخابرات ارهابيه، مخابرات ما عندها حتى مستوى، اما تصيبهم قاعدين يبتزوا في الناس، نكتب عليك موضوع ولا اعطيني دراهم ندير عليك ديروا الشونتاج. هذه صحافه. كره القدم الافريقيه تطورت واليوم بوركينا فاسو قادره تغلبك بشتى الوسائل في الميدان، مش محتاجين لا اللقجع ولا لغيره. لكن الماروكوفوبيا مرضت العصابة وزلامها ووسائلها تاع وسائلها الإعلامية. أخرى الركراكي مدرب المغرب، وجلال القادري مدرب تونس، وريغوبرت سونغ مدرب الكاميرون، وريفيتوريا مدرب مصر، وكريس هيوتن مدرب غانا، وجون لويس غاسكي هذا مدرب كوت ديفوار. كل هؤلاء مفلسين تكتيكيا لأنهم لم يستطيعوا الفوز في المباريات الأولى. وحتى مدرب الفرنسي الذي يتقاضى أجر جد عالي خرج من الدور الأول برباعية تاريخية في تاريخ يعني نهائيات كأس إفريقيا. أول مرة منتخب مستضيف للدورة ينهزم برباعية في دور المجموعات. طيب كل هؤلاء مفلسين تكتيكيا بمنطقة التحليل الجزائري. لماذا؟ لأن الركراكي لم يستطع الفوز على الكونغو وهو الرابع عالميا، لأن جلال القادري وهو المنتخب المونديالي لم يستطع إظهار ذلك الوجه الذي ألفناه على الجارة تونس، لأن سونغ وهو المونديالي أيضا لم يستطع الظهور بثوب ذلك المونديالي الذي عاد إلى إفريقيا، وريفيتوريا وهذه القائمة التي عددتها أمامك. ما درس ليك أنت لأن أنت اللي راك رئيس البوق، أنت اللي تانيمي.
انا الثمانيه تاعي وانت حر، انت اللي راك المعلم هنا. لا المعلم ربي سبحانه. ايه على كل حال انت اللي تبريباري. انا ماذا بيا احنا رانا في المستوى لاباس عليه، تبعونا ملايين، ما تزيدوش تكلموا لنا على هاد الاخر هذايا. انا نزعف كي تكلموا لي على هاد الشيء، تكلموا نقعدوا نحلوا تكنيك، نحلوا تكنيك. احنا جينا نتكلموا كرة القدم ولا جينا طيابة الحمام؟ احنا جينا نتكلموا تكنيك. انا هضر معايا تكنيك، نجاوبوا تكنيك ونجموا نغلطوا ما يعني صافي انا على كل حال راك نعاود لك، انا التمنيات تاعي خلاص هذه وصلت الرساله. ايه خلاص نعاود كي البيروكي قال كانوا افيرتيون فو دو، نقعدوا في المستوى تاعنا. باسكو كي تبدا تقول قالوا كذا سبق، نقول لك انا واش كان يصرى في سيدي موسى، العجائب اللي صراو اللي وراهم واحد الوقت وهضروا عليهم في لي ريزو، نوليو نهضروا هكذاك. انا ما نحبش نهضروا هذا الشيء، انا التمنيه تاعي نقعدوا في التكنيك، ما ندخل في حد، خليه يقول واش يحب. احنا راهم يتبعونا ناس، راهم يتبعونا لان ممكن رانا نديروا في خدمتنا، انا نقعدوا في هذا المستوى. نعم. ماذا بك ايفيتي هادو، خليهم يقولوهم وهما يسمعوهم. شغل واحد قال لك لاشان ديالنا واحد الوقت عندها واحد السيزون ولا واحد لاشان جوز فيها هو، قال لي دايره حاله، قلت له وي صح. كي خرجت قلت له صاحبي شوفها هو وزوج عباد، ما كان دونك هذه كان نجموا كاع الناس تكذب، كاع الناس تخرج. الو نقعدوا في المستوى تاعنا من فضلك، ماذا بيا يعني. يا اخي معليش باش